السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. شايفين الجمال ده بقى؟ جبت كيلو لبن وقطع مني. بصوا، ايه رايكم؟ شايفين حته جبنه كريمي وهم. وممكن كمان تعملوها تحطوا لها كذا طعم ليها بقى، بسطرمه، جبنه رومي، اي زيتون. رهيبة. بصوا النعومية اللي فيها. الموضوع سهل وبسيط. اللبن لما قطع مني سبته، وبعد كده صفيت. ده الشوش طبعا هعمل بيها اي معجنات، وده فضلت بقى اصفيها كده وسايباها لغاية ما بقت ناشفة زي ما انتم شايفين اهو. في خلاط او في كبة او بالهاند بلندر بنجيب القطع مننا ده، اللبن القطع مننا، وبنحط عليه زيت او زبدة، وكمان بنحط عليه رشة من الملح كده، وبنحط عليه حوالي معلقتين لبن. لو عندنا لبن بودر يا خبر ابيض، هتبقى الجبنه دي ليها طعم تاني خالص. هبدا اضربهم كلهم مع بعض لغايه ما ينعموا. بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا هي اتحولت في ثواني لكريم. طبعا الزبده واللبن البودر هيخلوا لكم الطعم اللي هي يعني ايه، زي بريزيدون كده. طعمه ملوش حل. الجبنه دي بتبقى غاليه، او فيلادلفيا. ياه، الزيت ومن غير اللبن البودر هيطلع لكم الطعم العادي خالص بتاعتنا، اللي هي الكيري العاديه بتاعتنا خالص. بعد ما ضربتها جبت التوست عشان اوريكم النعوميه عامله ازاي. بصوا شايفين الجمال؟ مفيش احلى ولا اجمل من كده. ممكن بقى واحنا بنضربها نقطع عليها شويه من الزيتون او الجبنه الرومي او البسطرمه، وبس كده.